السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. هنبتدي نعمل أول حاجات العيد. فعندنا دي راس راس بقى الضحية، راس خروف أو راس عجل. أولا احنا غسلناها كويس ونقعناها في ملح وليمون وشطفناها أكتر من مرة. وبعد كده هنقول الخطوات بتاعت التسوية بتاعتها الصحيحة. انتظروا معانا. هنجيب حلة ونحط فيها مية مغلية، وهنخلي المية تغلي، وهنحط البصل بتاعنا وفلفل اسمر. وبعد كده هنسقط فيها اللحمة بتاعتنا، نحط طبعا كل الكمية ونديها غلوتين على البوتاجاز. بصوا كده، اول لما بدأت المية تغلي كل الزفارة بتاعت اللحمة كلها طلعت على الوش. دي ملهاش علاقة بان احنا غسلنا ونقعنا اللحمة كويس. هي كل اللحمة بتاعت فواكه اللحوم اللي هي راس الخروف او العجل او الكوارع او الحاجات بتاعت فواكه اللحمة دي كلها لازم يبقى فيها، لازم يبقى ليها في التسوية بتاعتها اكتر من خطوة. فاحنا اول حاجة احنا كده المية دي هندلقها، مش احنا مجرد ان هي غلت كده وطلعت الزفارة بتاعت اللحمة على الوش. هنبدأ بقى نتخلص من المية دي ونحط مية نظيفة، مية مغلية تاني، ونحط كل البهارات بتاعتنا كده. بعد ما طلعنا اللحمة كده من المية الأولانية، وجهزنا برضو البوكي جرنيه اللي هنحطه في الحلة التانية، عبارة عن بصل وفلفل وثوم وطماطم وفلفل أسمر وبهارات لحمة وكمون وكزبرة. وهنعمل الملح طبعا، عارفين هو آخر خطوة هنحطها. هنا حطينا بقى في المية اللي بتغلي البوكي جرنيه، وهنبدأ بقى نسلق اللحمة بتاعتنا مرة تاني. ودي بقى هتبقى ايه الشوربة بتاعت الأساسية بقى بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى لحد ما تستوي براحتها. بصوا كده، تلاقي اللحمة المرة دي يعني ريم قليل جدا اللي هو بيظهر، اللي هو العادي برضو. احنا بنروح شايلينه كده اول باول، عشان برضو اي ريم بيبقى موجود في اي لحمة بيسبب لها ريحة زفارة. فاحنا من الاول كده هو اول باول تخلص منه. بس برضو هنا هتلاقي برضو الشوربة بصوا صافية كده وزي الفل. في تريكة كمان نسيت اقول لكم عليها، ان احنا لما تبدأ اللحمة تدخل في السوا او تغلي هنبدأ نحط شو يعني خمس ست نوى بلح. ده فايدته بقى ان هو بيعمل ان هو بيسرع لك عملية التسوية. طبعا عشان خاطر ان احنا طبعا في العيد وكده، فطبعا مش هنقعد الوقت كله اساسا في المطبخ. فطبعا دوا يعني بيعمل عمل حلة الضغط، يعني بيوفر لك اساسا في الوقت بتاع التسوية وبيسرع منها. نغطي بقى عليه ونسيبه برضو يستوي. واحنا برضو اول باول اي ريم بنلاقيه بنشيله. بس طبعا كمية الريم اللي بتظهر قليلة جدا بالمقارنة بالحلة الاولانية. جبنا حلة وحطينا فيها معلقتين سمنة بلدي، معلقتين 3، وهنحط فيها بصل مقطعينه على فلفل، وهننزل كده
لحد ما يتشوح شويه. بعد كده هنقول بقيه الخطوات. ادي البصل جبل معانا، حطينا الفلفل الاسمر بتاعنا، هنحط بهارات اللحمه، وهنحط ورق لوري وحبهان، ولو جوز الطيب بشر منها بيدي طعم جامد. وهنحط سن التوم، وهنحط مرقه ايه، مرقه دجاج، مكعب مرقه دجاج معانا عشان ايه يعزز الطعم. ننزل بقى بمعلقه التوم كده، نقلبها كويس. بعد كده بقى ننزل باللحمه دي كده. الشوربه بتاعت اللحمه بتاعتنا بصوا صافيه وجميله ازاي، ولا فيها اي ريم ولا زفاره ولا اي حاجه، عشان عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها. هنزل بقى باللحمه بتاعتنا، هنزل بكل الكميه، حطينا كل الكميه وقلبناها في البصله كويس. نسيبها بقى تاخد وتدي معانا. بعد ما وصلت للون ده نبدا ننزل بالطماطم عليها، نسيبها تاخد وتدي فيها، ونقلبها كويس. وبعدين هننزل بمعلقه سكر بس شويه كده، وهنزود شويه بشويه شويه ميه سخنه او الشوربه اللي احنا سلقنا فيها، بس منكترش. وهنزود طبعا مادام حاطين طماطم هنحط ايه، معلقه السكر بتاعتنا عشان الحموضه. نقلب كويس ونوطي النار كده. هو كل ما النار تبقى هاديه هي خلاص كده وصلت لمرحله تسويه كويسه، بس لسه فاضلها شويه. نهدي النار ونسقسق كل شويه بالشوربه، بس تبقى سخنه او ميه مغليه، المهم يبقى كله سخن.